السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفتوني ونورتوني في قناتي حكاية من كل بيت. وقبل ما أبدأ فيديو النهاردة بفكركم ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم من كل جديد، وما تنسوش اللايك منكم. بص يا جماعة، شفتوا طبعا عروسة كفر الشيخ إيمان، وهي موضوع وحديث الناس الأيام اللي فاتت دي كلها. العروسة اللي عريسها كان عايز يطلقها ليلة دخلتها أو يوم صباحيتها، لما زي أي عريس وعروسة حاول يدخل على عروسته، ما أمكنش أو الموضوع ما نفعش. إيمان صاغ سليم يا جماعة وما فيهاش أي حاجة وزي الفل. نزل لأبوه وأمه وقال لهم الحقوني أنا مش عارف أعمل إيه. اتصل أبو العريس بأبوها وقال له تعالى شوف بنتك إيه اللي حصل وإيه الموضوع بالظبط. جري الأب والأم هنا عشان يشوفوا بنتهم بعد ما سابوها بعد الفرح بساعات. إيه اللي حصل؟ إيمان قالت لعريسها، قالت له خلاص يا محمد ما يجراش أي حاجة، اعرضني أنا شخص سليم ومتأكدة من نفسي وزي الفل، أتعرض على دكتورة أمراض نساء، بس دكتورة ما يكونش دكتور. بالفعل خدوها تاني يوم على طول لأقرب دكتور أمراض نساء منهم. هنا كانت الكارثة وهنا كانت المصيبة الكبيرة يا جماعة، لما دكتور أمراض النساء هو ما كشفش عليها. خلي بالكم من الحتة دي، ما كشفش عليها خالص، هو بص عليها كده من ورا الستارة، قال لها ادخلي ورا الستارة دي، وبص عليها طلع يهلل ويزعق وقال لها بنتكم مش عذراء، وشوفوا هتعملوا ايه ومين اللي عمل فيكي كده. انت مالك؟ انت ليك تقول في الوقت ده البنت عذراء ولا مش عذراء؟ طبعا ما اكتفوش بكلام الدكتور ده، ايمان اتعرضت على اتنين دكاترة امراض نساء وقالوا ايمان صاغ سليم وزي الفل والبنت عذراء والبنت واثقة من نفسها. هنا الاب كان رد فعله يا جماعة حكيم جدا جدا. آه ايمان عروسة كفر الشيخ طبق الاصل لو تفتكروا، عروسة منة الله بتاعة الشرقية، لما ابوها خدها برضو ولف بالبلد وقال بنتي زي الفل، طلع ابوها على النيابة وقال لهم الحقوني انا كده سمعتي وسمعة بنتي هتضيع في البلد. لوكيل النيابة، وكيل النيابة أمر بانتداب الطب الشرعي عشان يكشف على إيمان، وفعلا تقرير الطب الشرعي طلع. ألف مليون مبروك يا إيمان، ألف مبروك يا حبيبة قلبي. ربنا يسعدك ويسعد كل البنات ويستر عرض ولايانا كلهم. إيمان عروسة كفر الشيخ طلعت يا جماعة صاغ سليم وزي الفل وزي الجنيه الذهب، محدش يقدر يمسها ولا يمس سمعة أهلها بأي شيء. بس الدكتور الاولاني اللي قال الكلام ده حسبي الله ونعم الوكيل فيه، لما يشوه سمعة بنت. ابوها عمل لها زفة تانية الايمان في كفر الشيخ ولف ببنته البلد كلها وقال بنتي زي الفل وبنتي شخص سليم.